أعزائي المشاهدين، ما زالت مصر بخير وأهل الخير. معانا أستاذ أمير أبو زيد، سكرتير عام مساعد المحافظة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا بيك يا فندم، مشرفين ومنورين إسماعيلية، ودايما يا رب نتقابل دايما في الخير كده دايما. أنا شايفة الكم المهول بسم الله ما شاء الله، يعني فعلا مصر أهل الخير. الحمد لله رب العالمين. احنا النهارده المكان اللي موجودين فيه مجمع الزهراء الإسلامي بدعوة كريمة من حضراتهم لحضور التوزيع عدد 3000 كرتونة بالإضافة للمبالغ النقدية. وأنا شايف الحالات فعلا اللي حوالين مني حالات تستاهل، وإحنا عنينا ليهم، وإحنا دول أهلنا ودول يعني نحطهم على راسنا من فوق. ما نقدرش نقول لا لأي حد، حتى لو حد في اللحظة دي مش متسجل في الجمعية وبيجي. أنا شايف الجمعية بتتساهل معاهم وبتديلهم، لأن مفيش حد بيقول أنا عايز إلا إذا كان فعلا هو يعني مش عايز أقول محتاج، إن هو عايز يد المساعدة. فهنا الجمعية بتمد إيد المساعدة ليها للناس كلها. وهنا جمعية منظمة مشهورة ان هي يعني بتدقق في اختياراتها، وكل الحالات اللي انت شايفاها دي ما شاء الله من قبل رمضان وهم عاملين لهم بحث، وراحوا لغايه بيوتهم وعرفوا الناس دي فعلا محتاجين، وعمل لهم كروت وعمل لهم نظام للاستلام ونظام. وده النهارده الزياده بس شويه النهارده ان عشان احنا في رمضان، فبيوزع البنك الطعام بالتعاون معاهم بيوزعوا الوجبات او المواد الغذائيه. لكن هو في كل شهر بيتم توزيع المعونات النقديه والاعانات، واللي عايز يتعالج بيتعالج، اللي محتاج كذا محتاج كذا. الحمد لله رب العالمين. الناس دي اهل الخير وربنا يوسع في رزقهم، وبنقول لهم هل من مزيد. الناس دي احنا كل شعبنا شعب واحد، وعايزين مفيش حد فينا يبات جعان بس. وبقول وانا بشكر الجمعيه وبشكر القائمين عليها وبشكر الاعلام ان هو بيسوق للخير وبيدعي للناس لحاجه زي كده. وشكرا يا فندم. بشكر حضرتك يا فندم. أستاذ محمد، رئيس عام الجمعية، صحيح؟ مجلس إدارة مجمع الزهراء الإسلامي. أهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك بتوزع الكراتين ديت والإعانات إزاي؟ لا، ديت التوزيع بيكون مبحوث الحالات اللي هي بتيجي تقدم للمجمع من شهور سابقة، وبنروح لهم لحد بيوتهم وبنعرف حالتهم ونعمل لهم بحث اجتماعي مع بنك الطعام. يبقى في بحث خاص بالمجمع زائد في بحث البنك الطعام للحاجات اللي في بعض الافراد بياخد من بنك الطعام والبعض ما بياخدش، فبيكفل بيه المجمع كله. وبعد كده بياخدوا في عندنا حاجه اسمها مشروع ينابيع الخير. مشروع ينابيع الخير ده عباره عن ان احنا بندي وجبه شهريه يعني للاسره، زائد مبلغ مالي، زائد ان هو اذا كان في حالات اعانات بتحتاج بعض الادويه كالابريكس والكلام ده، فاحنا بنساعدهم بيها، وربنا هو اللي بيساعد ان شاء الله. يعني افهم من كده ان الجمعيه ما بتوزعش اكل وشرب، لا كمان علاج للمرضى. ادويه، كان بنوزع الادويه بناء على الحالات اللي بتجيلنا بروشتات من المستشفيات. وكانت المجمع من قبل كده كان بيوزع اجهزه الغسيل الكلوي نفسها على بعض المناطق في اسماعيليه، زي المستشفى العام وزي مستشفى الجامعه وزي مستشفى القصاصين وزي يعني المستشفيات اللي خارج الاطار المدينه نفسها، كنا بندي لها اجهزه غسيل كلوي.
الجمعيه هنا قائمه على رجال الاعمال ولا في حاجه بنك بيمول الجمعيه؟ مش اي بنوك، هي مجموعه من رجال الاعمال من محافظه الاسماعيليه المخلصين لبلدنا والشعب الاسماعيليه اللي هو اللي محتاج منهم، ان شاء الله بيتجمعوا وبيصرفوا على الشغل ده من تلقاء نفسهم، وما فيش ضغط على اي حد، وكله بحب واخلاص لبلدنا ان شاء الله. بشكر حضرتك يا فندم وبشكر حضرتك. كنت عايز اعقب حضرتك بالاضافه للجمعيات اللي احنا موجوده هناك، في عندنا جمعيه في المستشفى العام واحنا هنكون الساعه 1:30 هناك، جمعيه اصدقاء المرضى، برضه بنوفر برضه مجموعه رجال الاعمال، مش عايز اقول اسمائهم لان هم ما بيحبوش يذكروا اسمائهم، بيوفروا الادويه بيوفروا الاجهزه بالتعاون مع الحج ومع الجمعيات الثانيه. في جمعيه اسمها اصدقاء المرضى ليها مكتب موجود، طلبيات المستشفى اوامر بالنسبه لنا بتتنفذ، واللي هم عايزينه ما بنعتمدش على الدوله في كل حاجتنا، احنا بنعتمد في اسماعيليه بالذات على الجمعيات الاهليه، لان احنا كلنا اسره واحده ومتحابين، والحمد لله المليان زي ما بيقولوا بيكب على الفاضي، فالحمد لله رب العالمين كلنا عيله واحده هنا، ويد الخير ممدوده للجميع. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، ما زالت مصر الخير ويوجد فيها رجال الخير. أشكركم ومعكم في قناة نيو دريم. أعزائي المشاهدين، معنا أحد الحالات الموجودة في الجمعية. ازيك يا حاج؟ الله يخليك، الله يسلمك، كل سنة. اسم حضرتك؟ اسمي صبحي العربي من فايد. أهلا وسهلا. حضرتك بتعاني من إيه أو بتستفاد إيه من الجمعية هنا؟ أنا عندي فشل كلام وقاعد بالإيجار، ولا بيت ولا أرض ولا أي حاجة، وظروفي تعبانة. أنا ساكن ب 600 جنيه إيجار في الشهر. حضرتك من سكان الإسماعيلية ولا من سكان فايد؟ لا، من سكان فايد. الجمعية برضو بتصرف لك هنا؟ بتصرف لي هنا الجمعية كل شهر 200 جنيه والكرتونة. فحضرتك على الظروف اللي احنا فيها ما تعملوش حاجة خالص، فاحنا يعني عايزين حد يبص لنا. أنا بغسل كلى، عايزين حد يبص لنا، وعاجز يعني رجليا ما بقدرش امشي عليها، بمشي على كرسي، وزي ما انت شايفه الظروف كل حاجه عماله تغلى والغلو جامد. انا مني واحد لسه ما جبتش لبس العيال لحد دلوقتي بتاع العيد، ومش عارف اذا كنت هجيب لهم ولا لا، الله اعلم. وزي ما حضرتك شايفه كده. حضرتك بتشتغل يا حاج؟ لا، ما بشتغلش، انا ما بشتغلش، ما اقدرش اشتغل حاجه، بغسل. حضرتك اللي بتطلبه انك انت محتاج ادويه او علاج معين للغسيل الكلى، ومحتاج ادويه، ومحتاج يعني حد يساعدني في الايجار بتاعي. يعني انا قاعد ب 600 جنيه ايجار، اقل ايجار على كده، ده اقل ايجار بندفعه. يعني مفيش قلوب رحيمه تبص لنا بنظره عطف، يعني يحسوا بظروفنا اللي احنا فيها. احنا نفسنا بس حد يبص لنا، يعني يراعي الظروف اللي احنا فيها. انا راجل معايا 3 عيال. حضرتك بتطلب بس ادويه من الجمعيه ولا بتطلب اعانات من رجال الاعمال؟ اعانات من رجال الاعمال يساعدونا، يجوا لنا المستشفى بتاعه الامير يساعدونا، يشوفوا الناس بتاعه الكلى دي. في ناس كتير غيري محتاجه، برضو في ناس كتير غيري محتاجه، في ناس كتير بتعاني. احنا ما بنلاقيش الحقن اللي هي بتاعه الابريكس دي، ما بيجيبوهاش لنا في المستشفى هناك. يقولوا لنا العلاج معجز، مفيش علاج في المستشفى، مفيش علاج، مفيش رعايه صحيه.
انا بتكلم حضرتك وانا عارف انا بقول ايه. انا يا ريت يجي يبص علينا في المستشفى هناك ورجال الاعمال الناس الطيبه في شهر رمضان المفترج ده، يعني يراعوا الناس الغلابه اللي ظروفها تعبانه اللي زي دعوه حالاتنا كده. وكل سنه وانتم طيبين وربنا يبارك لنا فيكم يا رب. اشكر حضرتك يا فندم. ربنا يخليك. أعزائي المشاهدين، ومعنا حالة أخرى، ما هي مشكلتها؟ دلوقتي انا اسمي محسن رجب السيد، وانا كنت شغال في شركة مال العرب وطلعت مأمورية دولة المغرب الشرقي. بعد كده بقيت معاق ورجعوني مدرسش حاجة خالص، ورجعت المهندس إبراهيم معلم وقلت له بابا كده بس تعالى. وبعد كده المهندس محمد باصي صلاح مدرسش حاجة خالص، مش عايزين تلعب خالص، ولا دلوقتي بقيت مصاب معاك ومش عايزين تلعب. وانا كنت شغال، كنت سليم؟ كنت سليم وكنت كويس وطلعنا دولة المغرب. الإعاقة دي جت منين؟ من الشغل الشغل هناك في المقاولين العرب؟ في المقاولين العرب وخلاص مفيش حاجة خالص. الإصابة جت إزاي؟ وقعت على دماغي كنت بعمل كوبري وقعت على دماغي. كنت شغال عامل هناك؟ كنت شغال عامل، وقعت من على كوبري وبقيت مصاب. قعدوني في المستشفى لمدة 5 شهور غيبوبة. بعد ما بقيت في غيبوبة رجعوني من المغرب على مصر، لأن ما ينفعش. كنت في المغرب؟ في المغرب. وبعد كده جيت انا عشان استلم شغلي، ما ادونيش شغل خالص. قالوا ان انت راجل معاق. ابراهيم محلب كان ماسك الشركه، بعت له فاكس وكل حاجه. بعد كده قدم 400 جنيه اعانه لمده سنه، وقال لك ياخد جميع مستحقات. بعد كده بقى رئيس وزراء ومشي. وبعد كده محمد محسن صلاح مسك الشركه، ما ادانيش حقي خالص. وجهت بأي دعوة لأي مسؤول كبير؟ لمحمد محسن صلاح، وبعت رئيس الوزراء، وما فيش اي حاجه من دي خالص اتنفذت. وانا دلوقتي بقيت راجل معاق ولا متجوز ولا اي حاجه، بس بلجأ للبيوت المساعده عشان ربنا يساعدني بس. بشكر حضرتك يا فندم. ربنا يخليك.